السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع أخوكم محترم البدري على قناة محترم اسمه صفة. النهاردة هنتكلم عن مباراة الأهلي والزمالك، كلاسيكو العرب، اللقاء المرتقب الأهلي والزمالك، ديربي القاهرة. زي ما تقول قول الندية والحيادية والمباراة اللي كلها حاجات حلوة إن شاء الله. مباراة بنستناها من السنة للسنة، من الموسم للموسم. مباراة الأهلي والزمالك دايما ما بتاخد انظار الجماهير كلها، لان دول يا جماعه اكبر قوتين في العرب، اكبر قوتين في الدوري المصري. تلف تروح تيجي يمين شمال، هي الكوره في مصر اهلي وزمالك. الاهلي هيلاعب الزمالك والزمالك هيلاعب الاهلي. دي بتبقى مباراه تاريخيه، مباراه قمه بمعنى الكلمه. ان شاء الله هنتفرج على مباراه ممتعه ما بين الفريقين، هتبقى مباراه قويه. لكن لما نيجي نتكلم على وضع الفريقين قبل مباراة القمة، وضع الفريقين الاثنين لا يسر عدو ولا حبيب. الزمالك فاقد نقاط والاهلي فاقد اداء في اخر مبارياته. الزمالك 17 بونت، الاهلي 12 بونت. الاهلي لسه ليه مباراة مؤجلة، يعني لو كسب المباراة المؤجلة هيبقى 15 بونت، هيبقى فرق بينه وبين نادي الزمالك حوالي نقطتين. لكن لو الاهلي كسب نادي الزمالك هيبقى 15 بونت، لو كسب الماتش المؤجل هيبقى 18 قصاد 17. جماهير نادي الزمالك ركابها بدات تخبط على الجيران دلوقتي من بعد ما الزمالك اتعادل في اخر مباراه امام الجونه. المباراه دي مش هتغير في الدوري حاجه، لكن هترفع معنويات فريق على حساب فريق، هتوصل لناس معينه. يبقى الاهلي او الزمالك الفريق اللي هيكسب هتفرق معاه ومع جماهيره، لان مباراه الاهلي والزمالك اللي تعتبر بطوله في حد ذاتها سواء للجمهور ده او للجمهور ده. شفنا احنا النادي الاهلي في اخر مباراتين كان عقيم في الاداء، كان بيكسب بالبلدي كده بالعافيه، مفيش اداء. الاهلي بيكسب في اخر الدقايق. الزمالك اللي كان ماشي كويس وفي الاخر بقى يمشي على سطر ويسيب سطر. تعادل الجونه اثر نفسيا مع جماهير نادي الزمالك. هنشوف القادم هيبقى ازاي بالنسبه للاهلي والزمالك، مين اللي هيحفل على التاني، مين اللي هيكسب، الاهلي هيكسب ولا الزمالك هيكسب، مين الجماهير اللي هتنام مبسوطه، مين الجماهير اللي هتنام زعلانه. حاليا نقدر نقول الاهلي والزمالك 50-50 اعطاء على ما حدث قبل لقاء القمه. الفريقين وصلوا لفين؟ لا تقدر تقول الاهلي هيكسب ولا تقدر تقول الزمالك هيكسب. الكفتين متوازنتين. هل فيريرا هيعلم على عماد النحاس ولا عماد النحاس هيكون قاري فيريرا وخططه؟ الاداء على حسب حاله اللعيبه في نفس يوم مباراه الاهلي والزمالك. ده اللي انت تتوقعه. المباراه هيبقى فيها مساحه، هل هتبقى مباراه مقفوله، هل هتبقى مباراه مفتوحه، هل هتبقى مباراه فيها اهداف كتير ولا هتبقى مباراه شحيحه، هل هتبقى مباراه سلبيه، ولا تتوقع حضرتك مين اللي ممكن يكسب المباراه؟ هل الاهلي يكسب ولا الزمالك يكسب؟ لو الاهلي انتصر على الزمالك هيبقى عوده الاهلي من جديد للدوري المصري زي ما جماهير نادي الزمالك والاهلي كلها متوقعه كده. طب لو الزمالك كسب هيبقى الزمالك حط قدم حلوه وابتعد عن النادي الاهلي بفرق 5 بونت، وده هيساعد نادي الزمالك انه يوصل لمنطقه كويسه. لان الشهاده لله، مع ان انا بنتمي للنادي الاهلي وفخور بانتمائي للنادي الاهلي وبحب النادي الاهلي، لكن حتى الان الزمالك يا جماعه مقدم مستوى من بدايه الدوري، مستوى لا باس به. لما تيجي تبدا في الدوري في الاول وتقول الزمالك ممكن يوصل في اول 7 اسابيع يبقى متصدر جدول الدوري، كان اي حد يقول لك لا الزمالك مش جايب سكواد، مش جايب لعيبه، مش جايب مدرب، جايب مدرب رخيص على قده، الزمالك ما معهوش فلوس، في مشاكل ماليه وفي مشاكل اداريه، في مشاكل لا حصر لها في نادي الزمالك. فجماهير نادي الزمالك ما كانتش متفائله خير في بدايه الموسم. حاليا جماهير نادي الزمالك اتفائلت خير بعد النتائج ما ساعدتها. حتى لو نادي الزمالك كان قابل فرق في المستوى بالنسبه له قدر يكسبها، لسه ما قابلش فرق قويه يعتبر المصري البورسعيدي، ولا قابل بيراميدز، ولا قابل فرق من العيار الثقيل لحد دلوقتي. لكن جماهيره متيمنه فيه خير بحكم النتائج. تخش على الناحيه الثانيه
للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اللي ما بتقبلش حتى التعادل، ما بتقبلش غير المكسب بس، غير راضيه بالمره جماهير النادي الاهلي عن فريق النادي الاهلي كاداء، لان جماهير النادي الاهلي عايزه الاهلي يكسب باداء، يكسب بنتيجه. عندنا فريق المليون دولار زي ما يقولوا، عندهم لعيبه كويسه، عايزه الاهلي ابو 5 وابو 6 وابو 3 اهداف، عايزه الاهلي الاستمراريه، عايزه اهلي فايلر تاني، عايزه اهلي جزء تاني. عندنا فلوس، عندنا نوادي، عندنا لعيبه، عندنا كل حاجه، ما ناقصش غير ان ده يتنفذ في ارضيه الملعب. ده راي جمهور نادي الاهلي. حاليا المباراه هتبقى مباراه عصيبه، المباراه يوم 29/9 الساعه 8 مساء يوم الاثنين. هل تتوقع حضرتك مين اللي هيكسب؟ الاهلي هيكسب ولا الزمالك هيكسب ولا المباراه هتنتهي تعادل؟ عايز اسمع راي حضرتك في الكومنتات، وتقول لي توقعاتك للنتيجه وتوقعاتك للفوز. كان معكم محترم البدري على قناه محترم اسمه صفه. شكرا لكم، سلام عليكم.